اتفضل اتكلم. يا حضرات المستشارين، يا سيد الرئيس. مستشارين ايه؟ المحكمة ما فيهاش مستشارين. وماله يا حضرة القاضي؟ كل شيء فضلتك. ارجوك تتكلم باختصار ومن غير مقدمات. يا سيد الرئيس، قضيتنا اليوم هي قضية الحق، ولقد ظهر الحق وزهق الباطل. إن المتهم الواقف أمامكم خلف القضبان الحديدية مجرم أثيم وقاتل زئيم، اعتدى على الشرف والفضيلة الذي والتي يحميهن القانون، قتل حقوق الإنسان التي والذي تكفل بها مجلس الأمن، قتل الحرية الشخصية والحرية العمومية، قتل الأخلاق، قتل الشرف، قتل المدنية والمعمار، قتل أولئك وهؤلاء عامدا مستعمدا. فلذلك ولكل هاتيك المجال أطلب من المحكمة أن تحكم على المتهم السيد عمر كامل بالإعدام شنقا مع سبك الإصرار والترصد. ايه الفصاحة دي يا حاج؟ الظاهر عليك متعلم قوي. والنبي تقول له لحسن مش مصدق. لكن ليه عاوز تشنق السيد عمر؟ للضرورة احتاج. طيب تحب بقى احبسك 24 ساعة؟ متشكر يا حضرة القاضي، كله مقبول منك. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن القضية التي أمامنا قضية بسيطة جدا وواضحة تماما. هل من العدالة أن نعاقب متهم على جريمة نحن نرتكبها جميعا؟ أنا لن أتكلم عن الحكومة. بقول لك ايه، اصطبح وقول يا صبح. سيادة الرئيس، أنا بقول لن أتكلم عن الحكومة. اللي أنا عايز أقوله يا سيادة الرئيس إن الحكومة بتاعتنا حكومة رشيدة، حكومة رشيدة حقا، بتجمع الفلوس والعملة الصعبة من السوق السوداء من أجل مصلحة هذا البلد. ومن منا ضد مصلحة هذا البلد؟ لا أحد، بما فيهم هذا المتهم. وهكذا يأتي السؤال أيها السادة، إذا كان رب الضارب الدف ضارب فلماذا لا يرقص أهل البيت؟ موكلي كان يرقص، وليس هناك قانون أيها السادة يمنع الرقص. هل هناك قانون يا حضرات المستشارين يمنع الرقص؟ أنا بهرب بالطريقة دي حسن، أنت عاوز توديني تاني؟ حكمت المحكمة ببراءة المتهم وحبس المحامي لمدة شهر.